السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بعتذر جدا، عارفة احنا داخلين في شهر ما نزلتش أي حاجة، بس عشان كنت مكسلة. بس خلاص جبت ستاند بقى عشان نصور كده، حتى صوريكوا الإضاءة والحاجات بقى كده والحركات، إضاءة وإضاءة كمان. والله شغل عالي، فخلاص هنلتزم بقى بالتصوير وهنظبط الدنيا الفترة الجاية. من غير رغي كتير خلينا نبدأ في الفيديو التالت من كورس ازاي تتعلم كروشيه من تحت بير السلم لو انت متعرفش اي حاجة خالص. الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم غرزة جديدة وهي غرزة النص عمود. يلا بينا نعرف اكتر عن غرزة النص عمود. غرزة النص عمود بالانجليزي يعني هاف دبل كروشيه، اختصارها HDC. تمام، يلا بينا نشوف بنشتغلها ازاي. زي ما احنا متعودين بنشتغل بخيط متوسط السمك وإبرة مقاس 4. زي ما احنا متعودين برضو ان احنا من اول فيديو في الكورس اتعلمنا ازاي نعمل عقدة البداية، وبنشتغل عدد من السلاسل علشان نعرف نعمل اي غرزة جديدة، علشان اساس اي شغل هو غرزة السلسلة. فهنعمل عدد من السلاسل عشان نعرف نعمل غرزة النهاردة وارجع لكم تاني. اشتغلت 15 غرزة سلسلة. يلا بينا نشوف غرزة النص عمود بتتعمل ازاي. هنلف لفة على الإبرة، هنسيب غرزة وهندخل في الغرزة التانية، هنسحب الخيط وكده اتكون معايا 3 لفات على الإبرة. هنلف الخيط ونسحب من ال3 لفات. تمام، تاني هنلف، هننزل، نسحب ونطلع، نلف ونطلع من ال3. تاني هنلف، ننزل، نسحب، نلف ونطلع من ال3. تمام، دي غرزة النص عمود بكل بساطة. هكمل السطر كله وارجع لكم تاني. دي غرزة النص عمود بعد ما خلصنا السطر كله. تمام، لو تفتكروا غرزة العمود هسيب لكم فيديو هنا ان احنا كنا بننزل ونسحب ونطلع ونلف، نسحب من 2 وبعدين نلف ونسحب من 2. الفرق الوحيد ان احنا بدل ما هنسحب من 2 و2 لا احنا هنسحب ال3 مع بعض. تمام، كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. ما تنسوش تدخلوا جروب المتابعه، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن، واعملوا لايك لو استفدتم واشتركوا في القناه عشان ما يفوتكوش اي جديد. وما تنسوناش بقى بدعوه حلوه، وخليكم دايما فاكرين ان المميزه مش مجرد اسم براند.